السلام عليكم. انا سميتي سلوى. اليوم جيت نحكي لكم القصه ديالي. المهم انا في العمر ديالي حاليا 35 سنه، وحكايتي بدات من نهار اللي وصلت 20 عام في عمري. المهم انا ما عنديش الاب ديالي، ماما اللي رباتني وكبراتني. الام ديالي قالت باللي بابا سمح فينا. النهار اللي عرف باللي ماما حامله ما بغانيش وخلى ماما ومشى، حيت ما كانوش مزوجين، يعني ولدوني في الحرام مع الاسف. تولدت انا في الحرام، وهذا الشيء سبب لي مشاكل كبيره في حياتي وخلاني نعاني بزاف. المهم ماما قالت باللي الاب ديالك ملي عرفني حامله سمح فيا وزاد، وما بقيتش عرفت عليه شي اخبار. ايوا صافي، هي هذيك. ماما رباتني وكبراتني بوحدها. ملي وصلت 20 عام جابت لي ماما العريس. قبل كانوا الناس بزاف اللي كيجيو يخطبوا فيا، ولكن كنت كنرفض حيت كنت باغي نكمل قرايتي. وملي وصلت العام الاخر في لافاك وهي تجيب لي ماما العريس، قالت لي هذا اللي غتزوجي بيه راه لاباس عليه وعنده الفلوس وراه. انا ما بغيتش، وما عييت نقول لماما ما بغيتش. ماما راه بغيت نكمل قرايتي وبغيت نعوضك على كاع داكشي اللي فات. واخا الصراحه ماما خدمات بزاف عليا وتكرفست على ودي، ولكن ما عمرني عرفتها فاش كانت كتخدم. كانت ديما كتجي معطله في الليل ولا كتجي حتى الصباح، يوميا هكا. وكانت كتخليني بوحدي في الدار واخا كنت مازال صغيره. المهم اكثريه الوقت كنبقى غير بوحدي في الدار، وكنت كنخاف بزاف. ما كنفرح حتى كنسمعها كتحل في الباب، ولكن ما كانت كتخليني مخصوصه من حتى شي حاجه. عمرها كبرت فيا شي حاجه، كانت كتخلي راسها وتشري لي اللي بغيت وتلبي كل المتطلبات ديالي. ما كانت كتخليني خاصني والو الصراحه. ايوا المهم ملي جابت لي داك العريس ولد صاحبتها وزوجتني بيه، هي هذيك. تزوجنا، والسيد الصراحه كانت معاملته مزيانه معايا. المهم درنا العرس ورحت لداري. سكنت بعيده شويه على ماما، خاص ضروري الطاكسي باش نمشي لعندها ولا هي تجي لعندي. ايوا هي هذيك. ولات ماما ديما كتجي لعندي بحكم انها جالسه بوحدها. كانت كدوز عندي اغلبيه الاوقات وكتبقى معايا في الدار. دوزت العام الاول مع الراجل والحمد لله خلاني نكمل قرايتي. كملت وشديت الاجازه، وملي ساليت القرايه ناض قال لي بغى الولاد. صافي، قلت ماشي مشكل، انا تزوجت واللي عطا الله عطاه، وقرايتها انا ساليتها. صافي نحقق ليه الحلم ديالو ونولد ليه شي وليد ولا بنيه. هي هذيك. دازت الايام وحملت، والصراحه داز عليا الحماله خايبه، حيت كنت كنتعصب بزاف، والراجل ما كانش كيصبر معايا. ماشي بحال شي واحد كيبغيك، حيت الا كان شي واحد كيبغيك وكتعرفيه مزيان وبغيتيه وبغاك راه غادي يصبر على هبالك ويصبر عليك ويصبر على الوحام ديالك. الصراحه واخا كان ظريف في الاول، ولكن من بعد ما بقاش. غير حملت وبديت كنتوحم ما بقاش كيتفهمني ولا كيضربني، وشي مرات كيعطيني قتله ديال العصا واخا انا حامله. الحمد لله اللي ما وقع والو لولدي. المهم بقينا على هذاك الحال حتى ولدت. المهم ملي ولدت جات عندي ماما جلست معايا في الدار، بقات معايا ديك الفتره ديال النفاس، وكنت ديما كنلاحظ شي حوايج غريبه، ولكن ما كنتش كنعطيهم اهتمام. كنت كنشوف راجلي كيهتم بماما بزاف، واحد الاهتمام اللي ماشي عادي، وكيبدا دماغي كيمشي بعيد وكنلعن الشيطان وكنقول استغفر الله العظيم، راه غير كيحسبها بحال ماما. صافي في الاول ما كنت ديما كنجيب، ولكن من بعد داكشي زاد على حدو لدرجه وليت كنقول لا، هادشي ماشي نورمال، وكنعاود نستغفر الله. المهم مشات ايام وجات ايام، ولدي بدا كيكبر، ولات عنده عام و6 شهور. ايوا الراجل بغاني نولد عاوتاني، قال لي والو تولدي ليا، وداكشي اللي كان. حملت للمره الثانيه ولدت بنيه، ولكن توفات ليا الله يرحمها مسكينه. توفات ليا من بعد شهر مورا الولاده. تكرفست بزاف الصراحه في الولاده ديالها. ولدتها بالفتيح في الشهر الثامن ومسكينه ماتت. قدر الله وما شاء فعل. المهم في هذيك الفتره كلها عاود ماما جات جلسات معايا. صافي ولات ساكنه معايا، حيت صافي ما بقاتش قادره تجلس بوحدها، وقالت لي يا بنتي راه بغيت نجي نسكن معاك ونجلس معاك في الدار، حيت انا حاسه بالوحده، وبحكم انني هي اللي عندي في هاد الدنيا قلت لها مرحبا بك ماما، حسبي الدار دارك وحنا ضياف عندك، ونيت تونسيني وتعمري عليا الدار. وداك الشيء اللي كان. جلست معنا ماما وعشت معنا، ويا ريتها ما عشت معنا، يا ريت كون هاد الشيء ما وقعش، لانني مازال حتى اليومنا هذا مصدومه وحياتي تقلبات 180 درجه.
المهم انا ملي وصل ولدي 3 سنين دخلته لواحد الحضانه، وانا مشيت قلبت على خدمه حيت عييت من الجلوس في الدار. وعاد زيد الراجل ولا شحيح، ما بقاش كيبغي يعطيني حتى مصروف في الجيب ولا حتى باش نشري الحوايج اللي خاصيني اللي هما من الضروريات. راكم عارفين حنا البنات كنحتاجوا بزاف ديال الحوايج. المهم خرجت قلبت على خدمه، وبحكم انني عندي اجازه في الحقوق لقيت خدمه مع واحد الموثق، يعني خدمه مزيانه اللهم لك الحمد، وكنتخلص ب 2500 درهم ومرتاحه فيها. كنت كنمشي مع 9 ديال الصباح، كنحط ولدي في الحضانه وكنمشي للخدمه وكنرجع مع 5 للدار. المهم ملي كندخل الدار كنلقى ماما جابت ولدي ووكلاته وكلشي مزيان وبخير. مشات ايام وجات ايام وحنا على هذاك الحال، وماما وراجلي كنحس بهم في شي شكل بحال بيناتهم شي حاجه، وكنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا راه هاد المده كامله راه ملي تزوجت، وبالتحديد ملي ولدت ولدي، وانا كنلاحظ شي حوايج غريبه وشي شكل بيناتهم. وفي نفس الوقت كنت كنقول لا ما يمكنش، مستحيل، ماما وراجلي لا ما يمكنش. ولدي وصل 3 سنين وانا مازال عايشه في دار غفلون. المهم واحد النهار كنت مشيت للخدمه وانا تجيني الدوخه بزاف، ما قديتش مازال نخدم. خديت اذن من الموثق اللي انا خدامه معاه ودغيا وافق، حيت انا كنت مواظبه وكنجتهد في خدمتي وما عمرني ما غيبت شي نهار. وحتى مالين الدار عارفيني بانني مستحيل نغيب على الخدمه. هي هذيك خرجت باش نمشي للدار، ويا ريتني ما مشيت. ما عرفش الصراحه واش نقول، يا ريتني ما رجعت للدار ولا نقول الحمد لله حيت رجعت واكتشفت الخيانه ديالهم. ما بقيت عرفت اش نقول. ملي دخلت للدار كيف فتحت الباب سمعت الضحك ديال ماما. بقيت غير كنتعجب وكنتسائل ماما مع من كتضحك، واش كتضحك مع شي حد في التليفون؟ بقيت داخله وانا نشوف باب بيتي مفتوح، وانا نلقى ماما وراجلي في واحد الحاله خيبه بزاف ما فيها ما يتشاف. انا حاليا كنعاود لكم ودموعي كيسيلوا، كنعاود لكم وانا مازال ما مستوعباش هذا الشيء. ايه تخيلوا معايا ماماك وراجلك في البيت وفوق فراشك وفي واحد الحاله خايبه. الصراحه تصدمت وطحت في البلاصه، ما عقلتش على راسي حتى فقت لقيت راسي في السبيطار وحالتي يورت لها. حليت عينيا وعاودت غمضتهم وكنقول يا ربي نكون كنحلم، يا ربي يكون هذا الشيء غير حلم. عاود حليت عينيا وكنشوف حتى لقيت راجلي حدايا، وانا نقول ليه واش داكشي اللي شفتو بصح ولا غير كنحلم؟ وهو يقول لي هادشي اللي كاين واللي عطا الله عطاه. ودابا ما تشوهيناش في السبيطار حتى نمشيو للدار ونهضروا في هادشي. بديت كنغوت على حر جهدي وكنبكي وكنقول لهم عتقوني راني غنموت. وانا بصح راه كنت كنموت وكنت كنحس واحد الاحساس لا يوصف، صعيب بزاف. ملي كنتذكر داكشي اللي شفت كانوا كيعطيوني المهدئات وكنرجع نعس، عاود كنفيق بنفس الحاله. دوزت تقريبا شي شهرين ولا اكثر وانا على نفس الحاله، عايشه بحال ما عايشاش. ولدي ما بقيتش كنعرفه، ما بقيتش نهائيا كنتسوق ليه ولا كنسول عليه. وهذيك المده كامله اللي دوزت في السبيطار كنت غير ناعسه ولا فايقه كنغوت. المهم ملي وليت شويه مزيان داوني للدار. كيف دخلت للدار مشيت دخلت للبيت وسديت عليا، ما بغيت نسمع لحتى شي واحد فيهم. ماما لقيتها تما في الدار بلا حشمه بلا حياه ملقيه ليا في الباب. جيتي يا بنتي، على سلامتك يا بنتي. شفت فيها وزدت، ما قلت ليها حتى شي كلمه. مشيت جمعت حويجاتي كلهم، خديت ولدي معايا وزدت مع الطريق. هما معايا وكيقولوا لي رجعي، ولكن انا ما كنشوف فيهم ما كنهضر معاهم، درت بحال ما كاينينش حدايا. مشيت نيشان عند الموثق اللي انا خدامه معاه، رغبته وزاوقت فيه، قلت لي عافاك الا ما شوف لي شي بلاصه نسكن فيها. قال لي مالكي اشنو واقع؟ هو كان راجل كبير في العمر والله يعمرها دار الصراحه. كنحمد الله حيت لقيت هذاك السيد اللي عاوني وقف معايا، بلا بيه ما كنتش عارفه شنو غادي ندير. المهم عاودت لي على شنو وقع ليا بالضبط، بقيت فيه وتاثر بزاف لدرجه مسكين بقى غير حابس دموعه على الصدمه اللي تعرضت ليها. قال لي الله يكون لك في العون والله يصبرك بنيتي، وداني مسكين لدارو ومراته رحبت بيا وعطاوني نسكن في واحد البيت عندهم في السطح، فيه كوزينه وفيه حمام. قالوا لي تكري من عندنا، حنا اصلا راه كنكريو، وداكشي اللي كان. سكنت معاهم تماك وكانت مرتو كتعاملني بحال بنتها، اللهم لك الحمد. هادشي اللي كنعاود لكم كان في عمري 26 سنه. المهم الحمد لله لقيت الخير في هذاك السيد ومراته ورجعني لخدمتي، واخا غيبت هذيك المده كامله الله يجازيه بخير. تعامل معايا معامله ديال ولاد الناس، وبديت كنحاول نوقف على رجليا من جديد
باش نربي ولدي ونكبرو. ولكن ما عمرني قدرت ننسى هذيك اللحظه والصدمه اللي تصدمت. ليومنا هذا واخا وصلت لهذا العمر باقي داكشي مأثر عليا، ومازال مره كنفقد الوعي، وشي مرات كيجيب لي راسي بحال غير كنحلم. المهم داكشي اللي دزت منه ماشي ساهل وما نبغيه لحتى شي واحد. الله ياخذ فيهم الحق في هذا النهار. كندعي من كل قلبي يا ربي تاخذ فيهم الحق. واخا ماما كبراتني وما خلات ما دارت على قبلي، ولكن هذا الشيء اللي دارت راه ما كيصدقوش العقل. راه مستحيل شي ام دير بحال هاد الفعله. انا راني وليت شاكه فيها انها ماشي الام ديالي، حيت هاد الشيء راه ما يمكنش ومستحيل يوقع. المهم هذه هي قصتي وحكايتي، كنتمنى تاخذوا منها العبره. راه ما بقاتش الثقه. انا ما بغيتش نقول لكم ما تبقاوش تثقوا في الامهات ديالكم، لا حاشا، ولكن هاد الشيء اللي وقع خلاني ما بقيت عارفه ما نقول. المهم دعيو معايا باش نبقى واقفه على رجليا على قبل ولدي، حيت لحد الان كنحس براسي غدا حماق. شكرا لكم حيت سمعتوا قصتي حتى الاخر، وخليتكم على خير.